السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنكمل الميثود عندنا في الجافا سكريبت الخاصة بالسترينج، وهنشرح 2 ميثود بساط جدا جدا. أول ميثود عندي اسمها الستارتز ويز. هنعمل سترينج بسيط وليكن str بيساوي learn js مثلا، وهقول له الدوكيمنت دوت جيت element باي دي اللي موجودة عندنا في ال HTML اللي بنعمل عليه على طول ال str دوت inner HTML هيساوي ال str دوت start with. الاتنين ميثود دول بيرجعوا true اور false. هل السترنج ده بيبدأ بكلمة learn، بياخد بارامتر السيرش اللي انت تبحث عليه، الكلمة اللي انت تبحث عنها. هل السترنج ده ال str ده بيبدأ بكلمة learn؟ بيبدأ بكلمة learn، فرجع لي true، هيرجع لي فعلا true. هل بيبدأ بكلمة earn مثلا، شلنا ال لا، ما بيبدأش بكلمة earn. جميل جدا. طب هل بيبدأ بكلمة ليرن؟ لاحظ ان الحرف هنا كابيتال والحرف هنا سمول. ريفرش، رجع لي فولس برضو. ليه؟ لان الاثنين ميثود دول كيس سنسيتيف، حساسين للحروف، يعني حرف كابيتال غير تماما الحرف سمول. طيب حلو. الستارت ويز بياخد 2 بارامتر، البارامتر الاساسي اللي هو الكلمه اللي انت بحث عنها، البارامتر الثاني اللي هو الاوبشنال الستارت. يعني هقول له مثلا 5، رقم 5، يعني هيبدأ يشوف من رقم 5 ده هل فعلا السترنج من رقم 5 بادئ بكلمة ليرن. يعني ايه؟ يعني هيعد اهو 0 1 2 3 4 5. هل الخامس ده بادئ بكلمة ليرن؟ يعني هو هيبدأ يشوف من أول رقم 5 ده، هيبدأ يشوف كلمة ليرن. هل كلمة ليرن هي البوزيشن بتاعها يعني بادئ من الرقم 5؟ أكيد لا، فهيرجع لي فولس. ريفرش، رجع لي فعلا فولس. طب لو أنا كنت بادئ كلمة ليرن مثلا، أدي هو 6، وخليت هنا برضو ادي كلمة ليرن، عد كده معايا، ادي 0 1 2 3 4 5 6، يبقى الستارت فعلا بادئ من 6. لاحظ هنا نخليها كلمة ليرن سمول طبعا، خليها كابيتال. يبقى انا بقول له هيبدأ يشوف السترنج ده بادئ بكلمة ليرن من البوزيشن رقم 6. من البوزيشن رقم 6 هيبدأ يشوف هل فعلا السترنج ده بادئ بكلمة ليرن؟ فعلا. ريفرش، فطلع لي ترو. تمام جدا جدا. طب لو 7؟ لا، غلط. ليه؟ لأن البوزيشن ده ساعتها هيبدأ بكلمة ايرن، مش بادئ بكلمة ليرن. أو لو شلت ال من هنا هيرجع لي فعلا ترو. جميل جدا جدا. طيب حلو. الميثود الثانية اسمها end with. نشيل كلمة الستارت دي ونحط كلمة end. برضو بياخد الحاجة اللي هيبحث عنها. هل السترنج بتاعي بينتهي بكلمة جي اس؟ فعلا بينتهي بكلمة جي اس، فهيطلع لي ترو. هل السترنج بتاعي بينتهي بكلمة جي اس اس؟ لا، غلط، فيرجع لي فولس. جميل جدا جدا. نفس الكلام بياخد اوبشنال، لكن اللينس هنا بياخد السيرش فاليو والستارت، هنا بياخد السيرش فاليو واللينس. يعني ايه اللينس؟ يعني المساحة اللي انا هبحث فيها، المساحة اللي انا هبحث فيها. وليكن هنخلي دي ليرن جي اس. تعالوا نعد كده، ادي 0 1 2 3 4 5 6 7. المساحة اللي انا ببحث فيها 7 حروف. لو قلت له هنا 7 الطول، يعني انا هبحث في ال7 حروف دول. ريفرش، انا سيفت تمام. هل وليكن هنا 8، ريفرش، جاب لي ترو فعلا. انا بعد اهو في اللينس، بنعد عادي 1 2 3 4. عاد الحروف دي اللينس زي ما شرحنا في اول فيديو خالص في الميثود، اللينس دول 8. فرقم 8 ده معناه المساحة اللي انا هبحث فيها، بحدد الطول اللي انا هبحث فيه. فهل الطول اللي انا هبحث فيه ال8 حروف دول اخرهم كلمه جي اس؟ فعلا اخرهم كلمه جي اس، عشان كده طلعت رو. لكن لما كنت كاتب 7 لا، مش اخرهم جي اس، اخرهم الجي بس. ريفرش، فرجع لي فعلا ترو. لان المساحه من اول هنا 1 2 3 لحد هنا ال7 حروف، هل اخرهم جي؟ اخرهم جي. هل اخرهم اس؟ لا، ساعتها كده غلط، اخرهم طبعا الجي زي ما عملنا. يبقى الرقم اللي بيتكتب هنا في الاند سويز هو المساحه اللي انا هبحث فيها، طول السترنج اللي انا هبحث فيه. لكن في الستارت هو بدايه البوزيشن بتاعي. يعني انا هبدا من البوزيشن رقم 5 واشوف هل من بدايه البوزيشن رقم 5 ده هل موجود كلمه بحث عنها ولا لا. ده في الايه؟ ده في الستارت ويز. تمام جدا جدا. من اسمهم بساط، الستارت هل بيبدا بكذا، الاند هل بينتهي بكذا.
اتمنى يكون الشرح واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.